ابو ظبي الاسلامي مش زي اي بنك داخل سوق السيارات، ده واحد من اكتر اللاعبين اللي بيعرفوا يحركوا السوق. انا بقالي اكتر من 20 سنه في تمويل وسوق السيارات، وفي بنوك بتحضر موسم وبتختفي، لكن ابو ظبي الاسلامي دايما موجود، وكل شويه بينزل عرض جديد وفكره جديده، او بطريقه اذكى بيخلي عرضه اقوى من اللي حواليه، وده سبب في قوه ابو ظبي الاسلامي في سوق السيارات. والفتره دي مثلا عامل انظمه من 30 ل 50%، صوره البطاقه بدون مصاريف اداريه وبدون تامين وموافقه فوريه بتطلع تقريبا في 30 دقيقه، والمرابحه تقريبا 12.5%، وده رقم كويس ومناسب بالنسبه للسوق. وبصراحه اقوى نقطه هنا الكاش باك، والاول مره الناس بدات تحس ان البنك مش بيمول بس، ده كمان بيرجع لك جزء من الصفقه. الكاش باك هنا بقى معمول بيروح للعميل نفسه مش للمعرض. يعني مثلا الكاش باك بيوصل معاك لغايه 5%، يعني لو قرضك مليون جنيه بتاخد عليهم 50,000 جنيه، وده رقم يفرق جدا مع اي حد داخل على التزام جديد، لان الفلوس دي ممكن تعمل بيها تامين بروتكشن او تسيبها حتى لاول قسط. وده فعلا تفكير ذكي من البنك، لان اغلب الناس بتبقى مستنزفه وهي بتشتري العربيه، ففكره ان جزء من الفلوس يرجع لك دي حركه نفسيه وماليه ذكيه جدا. ده اللي بقوله دايما، ان في جهات بتديك تمويل بس، وفي جهات بتحاول تخلي الرحله اسهل عليك. البنك القوي مش اللي يوافق بسرعه بس، البنك القوي اللي بيعرف يدي قيمه حقيقيه جوه الصف. ولو محتار ما بين عروض البنوك حاليا، ابعت لي انت موظف ولا صاحب عمل ومقدمك كام، وانا اقول لك انسب اختيار ليك.